ومع حسن الختام واستاذ فضل المولى اسم فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته وبعد بدعوته إلى يوم الدين. لم يبقى إلا العمل بعد هذه الروح التي استمددناها من هؤلاء الأبطال، هذه الروح التي سلمونا بها راية مرتفعة. أبائنا اللي حضروا يوم 10 من رمضان سلمونا راية مرفوعة، ونحن بفضل الله عز وجل سنبقي هذه الراية مرفوعة. الحقيقة يا اخوانا احساس شخصي، قبل ثورة يناير كان الواحد لا اعتراض على قدر الله، كان بيحزن ان هو موجود في مثل هذا الزمن، لان احنا كنا هنقول ايه للاجيال اللي جايه؟ هنقول لهم ايه واحنا من 52 او من بعد 73 في الحضاره؟ هنسلم الرايه شكلها ايه؟ ولكن ابى الله سبحانه وتعالى الا ان يرفع لنا رؤوسنا بهذا النص. ليس المقام مقام انشاء او مقام كلمات، ولكنه مقام فعل. انا عايز اطلب من نفسي ومن حضراتكم 3 حاجات. ان شاء الله قلنا يعني قبل الختام في توزيع شهادات تقدير، في شهادات تقدير هيتم توزيعها ان شاء الله لابطالنا اللي حضروا حرب اكتوبر. ال3 حاجات اللي هنتكلم عليهم دورنا في هذه المرحله بدون مبالغه. اذا كان عبورنا لقناه السويس مرحله فاصله، فهذه المرحله في تاريخ مصر ايضا مرحله فاصله. احنا اللي عملناه في 73 ان احنا ازحنا اسرائيل بدنسها من الضفه الشرقيه، ازحناها وقعدناها الى ما ليس له بملك. يعني اذا كنا دخلناها جوه حدود فلسطين فده مش مكانها، ده مش مكانها، لكن الدور هيكمل ان شاء الله. نقول ان هذه المرحله التي نحن فيها لا تقل اهميه عن هذه المرحله التي كنا فيها في 10 من رمضان. لماذا؟ لانه اذا كانت مرحله 10 من رمضان هدم لهذه الاسطوره، لهذه الذراع الطولة، لهذا الجيش الذي لا يقهر، فنحن الان على ابواب معركه بناء. احنا داخلين في مرحله بناء. الفتره المقبله ايها الاخوه الاحباب فتره بناء مصر، بل الامه العربيه، بل الامه الاسلاميه. تنتظر منا الكثير. اعين العالم تنظر الى مصر، لا نقول في العالم العربي او في العالم الاسلامي، العالم كله بينتظر الى مصر. هناك من ينظر الى مصر نظره شماته وانتظار لوقيعه يحدثها، وهناك من ينظر لها وهم قله نظره من يرجو لها ان تقف على قدميها، لانه صدق فيها حافظ ابراهيم: انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي. ان وقعت مصر لا قدر الله لن يقوم للشرق قائمه، وان قامت مصر فالكل تبع لمصر، وهم يقرون بهذا الامر. نعود الى دورنا الذي نوجده في 3 كلمات. دورك في المرحله دي مطلوب منك رقم 1 حسن الصله بالله سبحانه وتعالى. نحن لم ننتصر في 10 من رمضان بقوه عتاد ولا بقوة سلاح. السلاح بتاعنا كان سلاح قديم وسلاح روسي، ولكن انتصرنا بحسن صلتنا بالله. المعركة كان اسمها يوم بدر. الهتاف بدل ما كانت قبل كده اصبحت الله اكبر صيحة العبور. نحتاج الى حسن الصلة بالله. بعد ما كنا في 67 الجند في جيبه صورة رقاصة، اصبح في 10 رمضان الجند في جيبه المصحف بتاعه صائم: ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الدور الاول ايها الاخوه الاحباب يتمثل في حسن صله بالله سبحانه وتعالى. الدور الثاني وباختصار ان نكون حريصين على هذا البلد. كل واحد فينا في موقعه لازم يكون حريص على مستقبل مصر. مصر امانه في اعناقنا، نريد مصر الرخاء والبناء. احنا مش عالم سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ما كانش من مصر، ومع ذلك لما شاف الازمه اللي مصر دخل عليها قال في ظروف المحنه: اجعلني على خزائن الارض. مصر دخل على محنه، وانا ان شاء الله هكون سبب ان هي تعدي من هذه المحنه. فنهيب بكل واحد منا ان يكون امينا على مكانه. رقم 3 والاخير استشعار الامانه
انت حضرتك وكل واحد فينا مقبل على امانة اسمها امانة اختيار. امانة اختيار. احنا قدامنا انتخابات يا اخوانا، وهذه الانتخابات تعرض فيها مشاريع. الليبراليون يعرضون مشروعهم، الاشتراكيون يعرضون مشروعهم، والاسلاميون ايضا لهم مشروع ويعرضونه، ونحن تحت هذه الراية، راية حزب الحرية والعدالة، نعرض مشروع ولنا برنامج ولنا خطة ولنا تصور. واللي يقرا من حضراتكم الكتاب بتاع مشروع او برنامج حزب الحرية والعدالة يشوف ازاي ان احنا مش مجرد دروشه، وان شعار الاسلام والحل تحت منه. ازاي هننهض بالاقتصاد، ازاي هننهض بالزراعه، ازاي هننهض بالصحه المصري، ازاي هننهض في موضوع البحث العلمي. لنا برنامج مفصل في هذا الامر. ايها الاخوه الاحباب، هذه الايام المقبله ايام اختيار، انتخاب، وليستشعر كل منا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك أنت ويقول لك: من استعمل رجل على عصابة، أي على جماعة، يعني وانت بتنتخب وانت بتختار، من استعمل رجلا على عصابة وهو يرى غيره أفضل منه فقد خان الله والرسول وكان جماعة المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حلول الحزب المنزل تحت اسم 6 أحزاب، مش حزب الاتحاد أو حزب الوطن المصري، هذه مجرد أقنعة لوجوه قبيحة أسقطتها هذه الثورة المباركة، وليس لنا أن نعيدها إلى الحياة مرة أخرى. ما تضحكوش علينا بحزب اسمه الاتحاد، حزب اسمه المواطن المصري، دي كلها أسماء. وراء هذه الأقنعة الحزب الوطني، واحنا جربناه ورثنا منه مليونات بتوصل لتريليون جنيه. لأنه طلع على حضراتكم دخل أمانة اختيار، أمانة اختيار، فمصر أمانة في أعناقنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الصلة، أن يرزقنا إتقانا في عملنا، أن يرزقنا حسن الاختيار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.